السؤال: هل هو مضطر أن يسمع الحرام طول اليوم؟ أريد فقط أسأل سؤال. هذا الذي يفعل ذلك نسي أن في يوم القيامة يوجد شيء اسمه الميزان؟ يوم القيامة يوجد شيء مما يؤمن به أهل السنة من عالم الغيب، ما يسمى بماذا؟ توزن الحسنات والسيئات، أليس كذلك؟ سؤال: حينما يعلم أن فيه ميزان، ما الذي يضطر الإنسان أن يكثر من المعصية لدرجة أنه 24 ساعة حاط السماعة ويسمع الأغاني والحرام ويهز رأسه؟ طيب أنت ما تدري أنه في شيء اسمه يوم القيامة؟ ما تدري أن فيه ميزان؟ ما الذي يجعلك تستجيب للشيطان لدرجة أنك طول اليوم لا تنفك عن المعصية؟ لماذا؟ إذا وقعت في المعصية ولم تستطع تركها فقللها لله، قللها لله، احتسب الأجر في تقليلها لله، فإذا قللتها لله يوشك أن يغفر الله لك هذا القليل. لكن لما يراك الله ما تأبه 24 ساعة حرام 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 حرام، هل هذا يستحق أن يغفر له؟ قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. في حديث مخيف مرعب أنه لا يدخل النار إلا من أراد دخول النار. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي فإن هم بحسنة فاكتبوها له حسنة، هذه الفرصة الأولى، فإن عملها اكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بسيئة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، فإن عملها اكتبوها له سيئة. لاحظوا، سيئة واحدة أمام كم؟ إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني السيئة الواحدة قد تقابل 1000. لاحظوا، السيئة تقابل ماذا؟ 1000. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يهلك على الله إلا هالك. كيف يأتي هذا اللي سيئته بواحدة وحسنته تصل إلى 1000 ثم يأتي يوم القيامة والسيئات أكثر من هذا؟ هذا وش معناه؟ هذا معناه إنسان لا حيلة فيه والعياذ بالله. هذا منه، هذا اللي 24 ساعة المعصية. فإذا ابتلي العبد بالمعصية وعدم القدرة على التوبة منها لا تكثر، قللها قللها قللها، واحتسب التقليل لله فيغفر الله لك الله سبحانه وتعالى هذا القليل برحمته.